الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، نأتي الآن إلى الجزء الثاني من هذا الفيديو. في الجزء الأول ناقشنا بيان الرئاسة السورية الذي يحذر ويهدد قوات سوريا الديمقراطية قسد، بناء على الاتفاق المبرم بين قسد والمجلس الوطني الكردي، وما صار يعرف بوحدة القرار أو وحدة الصف الكردي في سوريا. ذلك البيان اللي ممكن أن تحصلوا عليه من شبكة الإنترنت منشور، يعني خلاصة البيان ذكرته في الجزء الأول وعلقت عليه الجزء الأول من هذا الفيديو. الآن سنأتي إلى مناقشة وقراءة نص الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس المجلس الوطني الكردي. هل فعلا هذا الاتفاق كما يصار ويروج ويهيج وأنه خيانة وغدر ويستحق كل هذه العصبية والتوتر والانفعال من الرئاسة السورية وحاشية الرئاسة السورية؟ هذا من جهة، يعني لكي الذين ينتقدون مضمون أو فحوى هذا الاتفاق أقله يكونوا مطلعين على الاتفاق ولا يأخذوا الأمور من السوشيال ميديا ومن التماسيح الإلكترونية والذباب الإلكتروني التابع لسلطة أحمد الشرع. بالمحصلة سأقرأ وأعلق على نص الاتفاق المبرم بين الطرفين الكرديين. المقدمة: في إطار الوحدة الوطنية السورية، الجملة الأولى، الجملة المفتاحية لنص الاتفاق هو في إطار الوحدة الوطنية السورية. يعني ما معنى أن يفتتح الطرفان الكرديان اتفاقهما بالوحدة الوطنية السورية، وفي إطار هذه الوحدة كل هذا الكلام على الانفصال والتقسيم والاستئثار والانفراد، هذا كله يعني يكذب تكذبه الجملة الأولى من هذا الاتفاق. في إطار الوحدة الوطنية السورية نسعى لتعزيز الدور والشراكة الوطنية على أساس العدالة، المساواة، الديمقراطية، وحرية المرأة. في شيء، يعني هل هنالك غبار على هذا الكلام يعني أو اعتراض؟ في إطار الوحدة الوطنية السورية نسعى لتعزيز الدور والشراكة الوطنية، يعني دور وشراكة وطنية موجودة، لكن نسعى لتعزيز دور الكردي طبعا، والشراكة الوطنية الكردية طبعا، على أساس من العدالة، المساواة، الديمقراطية، وحرية المرأة. بناء على ذلك نقدم الورقة الكردية المشتركة لرؤية حل القضية الكردية في سوريا. هذا الاتفاق، هذا الإجماع بين الطرفين الكرديين هو عبارة عن ورقة كردية تلخص الرؤية المشتركة لحل القضية الكردية في سوريا. في بعض النشطاء والكتاب والإعلاميين اللي بيقول ما في أكراد في سوريا، اللي بيقول ما في قضية كردية في سوريا، اللي بيقول ما في مدن كردية أو مناطق كردية في سوريا. أحرار، كل واحد يحكي اللي بده إياه، بس يعني إن تحدثتم في أمور تتعلق بالكرد في سوريا جغرافيا، ديموغرافيا، سياسيا، ثقافيا،
ينبغي أن تستندوا على أرضية صلبة من المعلومة والمصادر والمعلومات الموثقة الموضوعية، يعني غير المنحازة وغير الملعوب فيها من قبل البعث وإيتام البعث الموجودين حاليا في السلطة أو على حواف وأطراف السلطة، سلطة أحمد الشرع. إذا هذه هي الديباجة المقدمة. شوفوا، في إطار الوحدة الوطنية السورية نسعى لتعزيز الدور والشراكة الوطنية على أساس العدالة، المساواة، الديمقراطية، العدالة، المساواة، الديمقراطية وحرية المرأة. بناء على ذلك نقدم الورقة الكردية المشتركة لرؤية حل القضية الكردية في سوريا. اللي ينفي وجود الكرد في سوريا يروح ينفي وجودهم في مصر، وذكرت، وينفي وجودهم في الأردن، وينفي وجودهم في فلسطين، ويروح يقنع محمود عباس أنه ما في أكراد في الخليل، ولا في أكراد في القدس، ولا في أكراد في صفد، ويروح يعني يقنع النخب اللبنانية أنه ما في أكراد في لبنان. بعدين يجي يقنع نفسه ويقنع السوريين في الساحل والداخل، ويقنع الوثائق الفرنسية بأثر رجعي، ويقنع الوثائق أو يقنع الإنجليز بأثر رجعي أنه ما في أكراد في سوريا. ما يقول هيك، يشلف هيك الكلام هيك على عواهنه. المهم، هاي هي الديباجة المقدمة للرؤية الكردية المشتركة لحل القضية الكردية في سوريا. أولا أولا في المجال الوطني السوري، هذه الورقة، هذه الوثيقة ترجح وتعطي الأولوية للمجال الوطني السوري كبداية. يعني لم تضع الوثيقة والطرفان الكرديان الموقعان عليها الجانب القومي الكردي كنوع من الاستباق أو الأسبقية على الجانب الوطني. بالعكس، أولا في المجال الوطني السوري، سوريا دولة واحد، سوريا دولة متعددة القوميات، الإثنيات، الثقافات، الأديان والطوائف. هل هنالك اعتراض على هذا الكلام؟ أنه سوريا، يعني في مين يجي يقول لي أنه سوريا ليست متعددة القوميات، الإثنيات، الثقافات والأديان والطوائف؟ هذا كلام منسجم تماما مع المعطى التاريخي والاجتماعي والثقافي في سوريا. يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب وكرد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان وعلويين ودروز وعلى يزيدين ومسيحيين، وبمبادئ فوق دستورية. طبعا الدستور ينبغي أن يضمن في ديباجته في بنوده حقوق مكونات المجتمع السوري، حقوق مكونات هل في هذا البند، هذه النقطة، أي إخلال بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بالعهدين الدوليين، بالمعطيات والحقائق التاريخية والاجتماعية السورية؟ خلي يطلع لي واحد هيك مالي مركزه ومتمكن من أدواته في الحوار والمحاججة يقول نعم، هذه النقطة تتعارض مع الحقيقة التاريخية والاجتماعية السورية، وتتعارض مع المواثيق والعهود والأعراف الدولية. تلتزم الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. هذا المبدأ ينسجم تماما مع الإعلان الدستوري تبع أحمد الشرع، والذي يعني جرى ذكر الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية. طالما أنتم ملتزمين بهذا الموضوع فهذه النقطة يعني لا تختلف، لا خلاف عليها، لا تستوجب هذا الانفعال. نقطة أخرى،
نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين، يعتمد التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالس المناطق في إطار النظام اللامركزي. هل هنالك اعتراض أن تكون سوريا دولة برلمانية في حرية أحزاب، والنظام الحاكم يكون نظام برلماني مش نظام رئاسي على شاكلة النظام الموجود في تركيا؟ يعني وتركيا عندما وصلت إلى نظام رئاسي منذ مؤسس الجمهورية وحتى الآن، وحتى قبل فترة، يعني قبل ما يقلبها أردوغان يعملها نظام رئاسي، ومن المحتمل أنه بعد رحيل أردوغان بقضاء الله وقدره أو بالانتخابات أن تعود تركيا إلى سابق عهدها إلى النظام البرلماني، وهذا أيضا جائز. هذا أيضا جائز. تركيا وصلت إلى النظام الرئاسي بعد 80 90 سنة من النظام البرلماني. خلي سوريا 80 90 سنة من نظام برلماني حقيقي، نعيش هذه التجربة الحقيقية، وبعدين نحول يعني الفترة البرلمانية تصل إلى مرحلة الإشباع، وننتقل إلى نظام رئاسي مثل يعني ما هو موجود في تركيا. إذا نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين، يعتمد التعددية السياسية، وهذا وارد، ما حدا مختلف على التعددية السياسية، والتداول السلمي، وهذا كمان وارد، ما حدا مختلف. اللهم يعني الجماعات الإسلامية المتطرفة يعني تسعى إلى الاستئثار بالسلطة بقوة السلاح، هذا موضوع ثاني. والفصل بين السلطات، وهذا أيضا مبدأ مذكور في الإعلان الدستوري تبع المؤقت تبع أحمد الشرع، كما يعتمد مجالسا للمناطق في إطار النظام اللامركزي. لا مذكور حكم ذاتي، لا مذكور فيدرالية، ما مذكور أي شيء من هذا القبول هذا القبيل، مذكور فقط النظام اللامركزي. والكثير من النخب السورية اللي أنا بعرفهم، يساريين على علمانيين على قوميين على، كانوا بيتحسسوا من كلمة الفيدرالية، بيتحسسوا من نظام اللامركزي قبل بضع سنوات، قبل سقوط نظام الأسد، وهم على مقاعد المعارضة قبل سقوط نظام الأسد. الآن الآن هم مع النظام اللامركزي. التيارات السياسية، يعني التحالف الوطني الديمقراطي السوري يطالب بنظام لا مركزي. الأستاذ حازم نهار يحضر لانطلاقة جديدة لحزب الجمهورية. أنا قرأت النص، وثيقة التأسيسية للحزب يطالب بنظام لا مركزي. الكثير من القوى اليسارية الليبرالية الديمقراطية السورية الآن تطالب بسوريا لا مركزية. إذا هذا المبدأ، هذه النقطة، المطالبة بنظام حكم لا مركزي في سوريا، مش مذكور، لا فيدرالي لا حكم ذاتي، مش مذكور في هذا الخصوص. وهذا المبدأ وهذا المطلب الكردي يحظى بدعم عربي، يحظى بدعم عربي سوري، مش بس دعم عربي في المنطقة، لا، دعم عربي سوري. يعني العراق لا يمكن أن يعترض أيضا على لا مركزي في سوريا مثلا، لأنه نظام لا مركزي، نظام فيدرالي في العراق. لبنان لا يمكن أن يعترض مثلا، يعني حتى الأردن، دول الطوق، الوحيد اللي ممكن أن يعترض هي تركيا بتدخلها السافر. لذلك أنا قلت أنه هذا البيان مكتوب بحبر التركي، واليد التي خطت وكتبت هذا البيان هي يد تركية الميل والهوى والمزاج، وربما تكون تركية قحة، يعني مش بس يعني الميل والمزاج، يعني غيرت كنيتها من مثلا أحمد شرع إلى أحمد شرع أغلو، أوغلو لاحقت أوغلو، يعني ألحقت بالاسم. إذن هذا المبدأ أيضا لا يعترض على النظام
يعني الوثيقة أو الإعلان الدستوري، لأنه الإعلان الدستوري كمان مش مذكور فيه أنه سوريا دولة مركزية ومن القصص، لا. فإذا يعني على ماذا يستند كل هؤلاء الذين هاجموا هذا الاتفاق من رئاسة الجمهورية وعلى السوشيال ميديا والذباب الإلكتروني والتماسيح الإلكترونية اللي يعني تملأ السوشيال ميديا؟ مبدأ فصل السلطات مبدأ الكل يطالب به. آه، النقطة الأخرى أو النقطة الرابعة: سوريا لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف. يعني هذا مطلب لكل السوريين، أنه الثروات الموجودة في منطقة الجزيرة توزع بشكل عادل على المركز والأطراف. عوائد السياحة أو التجارة البحرية في منطقة الساحل يصار إلى توزيع يستفيد منها أهل الساحل وباقي الأطراف السورية. هنالك مناطق فقيرة في سوريا ما فيها بترول، ما فيها سياحة، ما فيها يعني فيها ما فيها الموارد. فهذا المبدأ أيضا: سوريا لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة وللثروة بين المركز والأطراف. وين المشكل؟ وين التقسيم؟ وين الانفصال؟ وين الإسرائيلية والصهيونية والإمبريالية وكل الكلام الذي قيل في السوشيال ميديا وقيل أيضا في بيان أحمد الشرع. نقطة أخرى: أن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري. طبعا النشيد الوطني لازم أن يعني ضروري النشيد الوطني يعبر عن كل تفاصيل ومكونات الشعب السوري، ما يعبر أنه يكون العرب يعني فقط، لا، ولا الكرد فقط. النشيد يكون نشيد سوري ويعبر عن تنويعات المكون أو مكونات المجتمع السوري والشعب السوري، مش مكون واحد. مش يحطوا لنا سليل السيوف نشيد وطني لسوريا أبناء المكون الأموي أو الأمويون الجدد، يعني يفرضوا على الشعب السوري نسيج أو نشيد على هواهم من تأليف وتلحين وغناء مثلا. يعني عم نمزح شوي. اسم الدولة أيضا ينبغي أن يعبر عن حقيقة الواقع السوري ومكونات السوري، ما يكون اسم محايد لا يتبع إلى ميل قومي أو ديني، مثلا الجمهورية الإسلامية السورية، لا، الجمهورية العربية الإسلامية السورية، لا، الجمهورية السورية، نقطة، انتهى. ما يكون في تحيز ديني أو قومي لديانة معينة أو لمكون قومي معين. هكذا تبنى الدول الوطنية. البعض من المهووسين أنه لا، ينبغي أن نقول أنه دين الدولة هو الإسلام. طبعا هذا كلام سخيف ومردود. ويستندون على ماذا؟ أنه شوفوا في السويد وفي النرويج دي أو في بريطانيا ديانة الملك هي البروتستانتية والمسيحية وديانة الملك. هذلون المثقفين والباحثين اللي على أساس يقيمون الحجة علي أو على الآخرين الذين يطالبون بحيادية الدولة قوميا ودينيا، حجتهم مردودة عليهم. ديانة ملك بلجيكا الكاثوليكية، لكن الدولة، نظام الدولة في بلجيكا لا يدين بالكاثوليكية ولا يعتبر
الكاثوليكية أساسا ومصدرا وسندا وإطارا للقوانين والتشريعات الوضعية. طبعا لأن هنالك الكثير من القوانين في بلجيكا تتعارض مع قيم الكنيسة الكاثوليكية، ومش تناقض فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالزواج، في يعني المحاكم المدنية، فضل النزاعات، كل الكثير من التفاصيل الموجودة في القانون البلجيكي لا علاقة لها بالديانة المسيحية والطائفة الكاثوليكية. إذا ديانة الملك هي المسيحية الكاثوليكية في بلجيكا، مش ديانة الدولة. في مثلا في بلجيكا وفي بلدان كثيرة في الاتحاد الأوروبي البغاء وبيوت الدعارة مرخصة، وهذا غير موجود في الديانة الكاثوليكية. شو كمان مسائل الإجهاض، آه، يعني خضعت لعملية يعني أصبحت قانونية. زواج المثليين والعلاقة بين المثليين يعني سمح بها في الكثير من البلدان الأوروبية، ولا علاقة لها بالديانة الكاثوليكية، ولا علاقة لها حتى الكنيسة البروتستانتية. مثلا في ألمانيا القانون الألماني والدستور الألماني لا يقر أنه والله رئيس الدولة ومستشار الألماني ينبغي أن يكون بروتستانتيا مسيحيا. والقوانين الموجودة في ألمانيا مش لا تستند إلى يعني مرجعيتها الأساسية والإطار الرئيسي للقانون الألماني هو الكنيسة البروتستانتية. نفس الموضوع في الدول الاسكندنافية، الملك السويدي، الملك النرويجي أو الملك الدنماركي، هذا وارد أنه هنالك شرط أنه يكون بروتستانتي حتى في بريطانيا أيضا. لكن بريطانيا كبريطانيا ككتلة إدارية هي دولة فيدرالية. ومش بس هيك، يعني الكثير من القوانين الوضعية والأحوال الشخصية المنصوص عليها في بريطانيا تتعارض مع الكنيسة البروتستانتية. نفس القصة في الولايات المتحدة الأمريكية. مقصدي من هذا الكلام أنه هؤلاء اللي يتحججون أنه الصليب موجود في أعلامهم وكذا، هذا يعني حجة هشة مش حقيقية. لحتى تعمل دين الدولة في البلدان العربية هو الإسلام. أنت تقوض حركة الدولة عندما تجعل أنه الدولة عندما يكون دينها الإسلام، القوانين الوضعية ينبغي لها أن تكون خاضعة للإسلام. فالكثير من المشاكل في قوانين الأحوال الشخصية يعني المعمول بها أو يمكن أن يصار العمل بها ربما تتعارض مع الشريعة الإسلامية. إذا نقطة ديانة الدولة وحيادية الدولة قوميا ودينيا وطائفيا، هي كمان الكثير من السوريين صاروا يعني مش بس متفقين معها بل يدعون إليها. سادسا، حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية. طبعا لأنه الديانة الإيزيدية غير معترف فيها، مذكور مثلا الإسلام والمسيحية وكذا، فهم أوردوا هذه الديانة للاعتراف فيها. وحيادية الدولة في تجاه الأديان أنه الدولة لا دين لها، تكون دولة على مسافة واحدة من كل الأديان والطوائف، وتضمن حقوق الأديان والطوائف، وتمنع اعتداء طائفة على طائفة أخرى أو ديانة على ديانة أخرى. الكثير من الأصدقاء يعني أثناء النقاش
قالوا لي أنه لو لم يكن أو لم تكن السويداء بما فيها، وهي أرض الكرامة وبلد الكرامة ونتعلم منها الكرامة السويداء، لكن مع ذلك قوة أبنائها وقوة مراجعها الدينية متمثلة بالشيخ الهجري، وأنا معه. لكن مع ذلك لو ما كان في عين حمراء إسرائيلية ضد أحمد الشرع وجماعته، لكانت مجازر الساحل ربما جرى اقترافها في السويداء، أو مجازر التي حدثت في الساحل، تلك المجازر الرهيبة لربما كانت في مناطق الكرد لو لم يكن هنالك شيء اسمه قوات سوريا الديمقراطية موجودة هناك تحمي العرب والسوريان والكرد من أي مخاطر محدقة ربما تستهدفها من جماعة أحمد الشرع وحكومة أحمد الشرع. للأسف الشديد العلويين في الساحل الحامي أو الداعم الروسي كان لنظام الأسد ولنخبة نظام الأسد، وما كان للمدنيين البسطاء اللي راحوا ضحية وصاروا بوجه مكشوف. والبربرية والتوحش والفيديوهات تصدر، توحش آلة القمع الأحمد شرعية، وزارة متمثلة بوزارة الدفاع السورية، البطش والتوحش في مناطق الساحل السوري جرى تبريره على أكثر من مستوى، من منطق طائفي، من منطق فاشي، فلول وما بعرف، من كل هالقصص. للأسف هؤلاء كانوا عزل، لم تحميهم لا فرنسا، لم تحميهم، يقال أنه فرنسا تحمي، فرنسا لم تحميهم حتى الآن. الأمريكيين والفرنسيين لم يحموا العلويين مع الأسف الشديد. فهذه المجازر التي اقترفت وتقترف في الساحل السوري لربما كانت هنالك احتمال أن يقترفها هذا النظام في المناطق الشرقية ضد الكرد. ولو لم يكن هنالك قوى عسكرية رادعة ومانعة، وللعلم من اللي بيطبلوا بيزمروا لا نظام أحمد الشرع، قوات سوريا الديمقراطية قسد، أنا لا أفشي سرا، وهذه من القدرات القتالية لدى هذه القوات، بإمكانها أن تصل إلى دمشق، وبإمكانها أن تصل حيث تشاء. هذه قوات متمرسة مش بس على قتال جماعة داعش الإرهابية، لا، لديها كفاءات قتالية أتمنى أن لا تصل المراحل أو الحدة في الخطاب والتواصل بين دمشق والقامشلي إلى تلك الدرجة التي نشهد فيها صداما مسلحا، لأنه الخاسر سيكون السوريون، والخاسر سيكون سوريا، والخاسر سيكون أحمد الشرع وجماعته. فما يعملوا اختبارات لمستويات الجاهزية والقدرة القتالية لقوات سوريا الديمقراطية، وأنا أعني ما أقول. هاي النقطة كمان. شو كمان؟ اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة، وهذا مبدأ صباحا مساء، المواطنة وحقوق المواطنة والهوية الوطنية. هذا المبدأ إذن لا يتعارض مع الخطاب الذي تطرحه حكومة الشرع، لكن ينبغي أن يكون هنالك تطبيقات عملية لهذا الخطاب، خطاب حكومة الشرع، وهذا مطلب وطني
مدرج على الورقة الكردية. التصور الكردي لحل المشكلة الكردية في سوريا. ما زلنا نتحدث عن العتبة الأولى، الجانب الوطني، الجانب السوري. ضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات، وهذا مبدأ كمان لا يشتم منه التقسيم والانفصال وإسرائيل وما بعرف شو من هالقصص هي. حماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم أو مقصود الأطفال، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، والأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم. وهذا مبدأ إنساني وطني اجتماعي أخلاقي ديمقراطي قانوني فيما يتعلق بمسألة الطفولة. وين الانفصال والرجعية والصهيونية والإمبريالية في هيك مبدأ؟ شو كمان؟ 10، إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة بما يراعي الكثافة السكانية، الكتلة البشرية، والمساحة الجغرافية. ممتاز. هؤلاء اللي يعني على هوى مهند القاطع، أنتم من شو خايفين من هاي التقسيمات طالما أنتم الأغلبية؟ طالما الأكراد 2% وأنتم 98% في منطقة الجزيرة، أنتم من شنو خايفين؟ من شنو خايفين؟ بيصير استفتاء، بيصير كذا، بيصير وانتم تستلمون الإدارة. خليها تصير لا مركزية، خليها تصير حكم ذاتي، وبانتخابات انتم تستلموا السلطة، ويصير مهند القاطع رئيس إقليم شرق الفرات الفيدرالي، أو رئيس إقليم شرق الفرات الحكم الذاتي، طالما هو مال إيده من وثائقه، من إحصائياته، من أغلبيته، من جماعته، من تجمعاته أبناء الجزيرة اللي بيأسسها. من شو خايفين؟ هذا المبدأ الذي يطالب به الكرد يساعدكم، لأنكم أنتم أغلبية، أنتم 99.99% من سكان المنطقة، والأكراد 0.0001. أنتم من شو خايفين؟ أنتم لازم تدعموا هذا المطلب لصالحكم. هي أغلبية بمناطق الجزيرة وأغلبية بسوريا. شو كمان؟ 11 بند متعلق بالهم الوطني، متعلق بالشأن الوطني. استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية. هذا المبدأ له علاقة بالانفصال، له علاقة بالصهيونية والإمبريالية والرجعية. هذا مبدأ وطني، حرص على تاريخ البلد، حرص على آثار البلد، حرص على ثروات البلد. تعارضون هذا المبدأ؟ طيب، شو كمان؟ إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين والمهاجرين قصرا إلى ديارهم بمن فيهم أبناء سريكانية، جريسبي، تل أبيض، وعفرين. أستاذ أحمد الشرع، تعال هنا، تعال هنا. أنت في تصريحك أمام الملأ، أمام الرأي العام، ألم تقل بأنك ستحل قضية عفرين؟ الآن زال النظام السوري، جماعة العمشات والعفشات والحرامية وبواقين الدجاج شو بيساووا حتى الآن بعفرين؟ بده يرجعهم، رجعهم لمناطق الغوطة، للمناطق التي نزحوا منها في فترة معينة لظرف معين. وين حلك لي مشكلة عفرين؟ جبت لي واحد عميراتي يعني مشكوك في كرديته ووفق أهالي عفرين أنه من أصول عربية، وتحية لعرب عفرين، أهلا وسهلا. وعملته وزير تربية، وبتقول أنه هذا بيمثل الأكراد وبيمثل عفرين؟ يعني شيء غريب. وين العودة الآمنة؟ أنتم طلعتوا من رأس العين. رأس العين تحت الاحتلال التركي الآن. يعني
هل هذا المبدأ فيه انفصال، فيه إمبريالية صهيونية رجعية وما بعرف شو؟ عودة اللاجئين بيعتبروه انفصال ورجعية واستئثار وتغيير ديموغرافي. شو كمان النقطة الثانية؟ آه، النقطة الثالثة عشرة: تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلين كافة المكونات السورية لصياغة الدستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة الألوان الطيف السوري وبصلاحيات تنفيذية كاملة. هذا مبدأ وطني، وسوريا تأسست على هذا الأساس. وكل البلدان اللي في مراحل انتقالية ومراحل انهيار الأنظمة وصار إلى تدخل يعني أو رعاية دولية لإعادة الإعمار، لإعادة تأسيس، لإعادة كل شيء من جديد. هذا أيضا مبدأ لا يتعارض مع السيادة الوطنية، لأنه أصلا الآن يعني حكومة أحمد الشرع مو مخلية شيء يعني مغطى، مو مخلي سطر مغطى على السيادة الوطنية لسوريا. فهذا المبدأ أيضا لا يتعارض لا مع القانون الدولي طبقا لأوضاع سوريا، ولا مع السيادة الوطنية، لأنه أصلا السيادة الوطنية والدولة الوطنية والجيش الوطني والحكومة الوطنية والبرلمان الوطني والثقافة الوطنية في طور التأسيس. في طور التأسيس ما يجي علي موسى العمر يزايد بقضايا الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه هو يعني فاقد الشيء لا يعطيه ولن يعطيه ولن يكتسبه إذا بقي على هذه الحالة. يعني شو كمان؟ أه حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات. الآن شفنا بالبيان الرئاسي في الجزء السابق أنه حقوق الأخوة الأكراد مصانة. هذا البيان طالما أنتم حقوقهم في اللغة، في التدريس، في الثقافة، في النشر، في الطباعة، في البث التلفزيوني الكردي مصان في سوريا، فأنتم على ماذا تعترضون؟ ليش أنتم تفسرون ذلك على أنه انفصال؟ ويطلع لي واحد شو اسمه آه، اياد الشامي. اياد الشامي واحد يوتيوبر الاكراد والبويجيه راح عم يعطونا تصور لبناء الدوله. تصور يا زلمه ومن السخافات والتفاهات هي. يعني بحياته يمكن مو قريان كتابين وجاي يشتم ويهين ويسب، وعلى اساس انه دولة والثورة، نحن الدولة ونحن الثورة ونحن كل شيء. يعني هل هي النقطة أيضا لا أنا ما غير متعارضة مع الإعلان الدستوري، لأنه الإعلان الدستوري حق المكونات، بأنه حق التركماني أنه يحكي تركماني ويكتب تركماني ويدرس تركماني، حق الأرمني أنه يحكي أرمني ويكتب أرمني ويدرس أرمني. هذا مش بس حق كردي. ليش تحصر الموضوع أنه كل شيء للأكراد؟ مش للأكراد، مش كل شيء للأكراد، للسوريين كمان. إعلان يوم 8 من آذار عيد للمرأة هو اليوم العالمي للمرأة. إذا هذا اليوم صار في الدستور أنه عيد المرأة، أنه يوم من أيام السنة من 365 سنة يصار يخصص يوم للمرأة، وين المشكلة؟ وين الانفصالية والتقسيم والاستئثار والتغيير الديموغرافي؟ إذا صار في الدستور السوري يوم عطلة رسمية 8 آذار من ثورة 8 من آذار إلى عيد المرأة في الدستور السوري، هل هذا انفصال؟ هل هي طائفية؟ استعمار وإمبريالية واستقواء بالأجنبي؟ الآن نوصل كل هاي النقاط، 15 نقطة يا سادة يا كرام، الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء، 15 نقطة متعلقة في الإطار الوطني السوري. 15 نقطة بيحكوا لي انفصال وتقسيم وما بعرف شو. الآن في الحالة الكردية، في الوضع الكردي، لأنه الملف الكردي لديه بعدين.
البعد القومي المتعلق بالأكراد كشعب، والبعد الوطني المتعلق بالأكراد كسوريين. ماشي. في المجال القومي الكردي، وحتى توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا. طلع لي واحد من الحسكة، بعثي سابق وفاشي حالي، كان مدير المركز البث التلفزيوني، ياسر الحسيني، على أساس عم يرد وما في شيء معطى، يعني كلام حكي بدون معلومات، بدون أرقام، بدون وثائق، بدون إحصائيات، بدون أسانيد. كان بيقول، يعلق على هذه النقطة، بيقول كيف بينا نربط غزة وأري ورام الله ما ربطوا ببعض. بدنا نربط عفرين بالدرباسية. طبعا هذا جاهل. غزة يعني موضوع ربطهم مش جسر، مش بعبر، مش ممر. هو فاهم الموضوع بالمقلوب. من وين بيفهم، من وين بيسمع، الله يا أعلم يعني. غزة ورام الله ضمن اتفاق أوسلو لحل القضية الفلسطينية مع الإسرائيليين، مستقبلا يصيروا دولة. تصير دولة ما تصير دولة هذا موضوع ثاني. الإطار السياسي العام لهذا الاتفاق هو أنه غزة جزء وكانت جزء من الحكومة الفلسطينية قبل انقلاب حماس على منظمة التحرير وحركة فتح في 2006 2007. قبل الانقلاب كانت جزء إداريا وسياسيا ضمن هذا الاتفاق، مش قضية أنه معابر. وفي كمان خرافة، وهي الخرافة تسربت إلى بعض الأكراد، أنه عفرين منفصلة عن كوباني وكوباني منفصلة عن جزيرة، وفي تدخلات يعني مناطق عربية تمنع التواصل الجغرافي. اللي بيطرح هيك حجة من الأخوة العرب على أساس أنه حجة على الأكراد، أنه مش ممكن أن يكون هنالك حكم ذاتي أو كذا ومن في هذه المناطق لعلة عدم الاتصال الجغرافي. طبعا الحكم الذاتي ممكن أن يكون حتى ولو بدون انفصال. لما بتجي تحاكيهم عن الديمقراطية بيقول لنا خصوصيتنا في الديمقراطية وفي الحل وفي اللامركزية. مش بالضرورة كمان لك خصوصياتك. في إمكانك تمنح عفرين حكما ذاتيا بوصفها عفرين وبوصفها منطقة كردية أو منطقة ذات غالبية كردية. بإمكانك أن تمنح منطقة الجزيرة حكما ذاتيا ذات خصوصية ومتعددة القوميات. مش مشكل. العرب 80 والأكراد 10 والسريان 10، مش مشكل. بس أنت امنح المنطقة حكما إداريا واترك الموضوع للديمقراطية والعملية الديمقراطية. منطقة كوباني ممكن يصار إلى ضمها إلى عفرين أو إلى مناطق الجزيرة. بإمكان، إذا توفرت النية والإرادة والقرار، بإمكان حل هذه المشكلة، وهي مش معضلة عويصة، مشكلة ممكن حلها، مش على طريقة ياسر الحسيني من الحسكة. يعني يقول كيف بدنا نربطهم بأنفاق ما بعرف شو. لا، فيك تربطهم فيك تربطهم في الإطار السياسي، في الإطار الإداري، بإمكانك أن تربط. هنالك يعني الكثير من الأسانيد والتجارب التي يمكن التوقف عندها، ما يشبه المناطق الكردية أو المناطق ذات الغالبية الكردية في الشمال السوري. هذه النقطة لها وجهتها ولها ما يدعمها من يعني في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، في الحقوق المدني، في الجانب القانوني، وحتى في الجانب الإداري والسياسي من تجارب الشعوب. بإمكان حل هذه المسائل. توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا، في إطار سوريا على طول عم يقولوا في إطار
سوريا، لا، هذا تقسيم وانفصال وعنزة ولو طارت. اثنين، الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل، وضمان حقوقه القومية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية، بما في حق ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية. وين المشكل في هذا الموضوع؟ أنتم بترفضوا أنه الدستور يعترف، بتعتبروا أنه اعتراف الدستور بالشعب الكردي في سوريا هو انفصال، هو توطئة وتمهيد للانفصال. ما الدستور في بلجيكا بيعترف بمكونات الشعب البلجيكي، الدستور في سويسرا بيعترف بمكونات الشعب السويسري، ويمنح هذه المكونات حقوق. وهنالك يعني أقاليم ناطقة بالفرنسية في سويسرا، أقاليم ناطقة بالألمانية، مش إقليم واحد، أقاليم ناطقة بالألمانية في سويسرا، وأقاليم ناطقة وأقاليم مختلطة في التجربة السويسرية. كثير هنالك مثلا في تجارب الحكم الذاتي موجودة في إيطاليا، وإيطاليا دولة مركزية، بس هنالك مناطق تتمتع بالحكم الذاتي. يعني دائما أي حجة، أي مبرر بتطرحه حكومة الشرع والمتهافتين حوالين حكومة الشرع بتكون حجة هشة يدحضها ويطيح وتطيح بها تجارب الشعوب الأخرى، القوانين، المواثيق، العهود. لهيك عم نقول إنه الأرضية التي يستندون عليها شديدة الانزلاق وشديدة الهشاشة. شو كمان؟ يعني الاعتراف بالوجود القومي الكردي، أنا مع الاعتراف بالوجود القومي السرياني، أنا مع الاعتراف بالوجود القومي التركماني، بس لأنه هذه ورقة كردية واتفاق بين طرفين كرديين، فحصروا الموضوع في التفصيل الكردي، لأنه في الإطار العام السوري حكوا عن مطالبهم. الآن المطالب الخاصة بالكرد، الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل، وضمان حقوقه القومية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية، بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية. أتمنى من أحمد الشرع وحاشيته وموسى عمره وعجره وبجره يروحوا يقنعوا الأمريكيين والفرنسيين والأوروبيين أنه هذا المبدأ سيؤدي إلى الانفصال. الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا هذا انفصال؟ أنه تعترف بوجود شعب، تعترف بوجود مكون، وعدم اعترافك شو بنسميه؟ إذا أنت بتعتبر الاعتراف دفعة نحو الانفصال، عدم الاعتراف بشعب شو بتسميه؟ وطنية، ديمقراطية، إسلام، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، بشو بتسميه؟ هدلون اللي بيسموا الأكراد بويجية، هل قرأوا، هل اطلعوا على هذه الآية؟ ويصدرون أنفسهم على أنه إسلاميين وعلى أنهم وطنيين، ويلحقون أقذر الشتائم والإهانات بالكرد. طبعا هنالك متطرفون كرد كمان، لكن هذه ردود أفعال. نقطة أخرى، النقطة الثالثة، تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية. شوفوا ما أنبل هذا المبدأ، رغم أنه أنا مش مع يعني ترتيب وتصنيف وفرز الشهداء، لكن الأولوية في الإطار الكردي، في المنطقة أو البنود المتعلقة بالملف الكردي. ذكرنا في الملف السوري، الآن في الملف الكردي، في الجانب الكردي، تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، هذا أولا. بعدين في المرتبة الأخرى يعطفون عليها وقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون. شو كمان؟ وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش، هؤلاء شهداء. هذه دعوة إلى تقدير هؤلاء الشهداء. طيب، يعني شهداء الذين
فقدوا حياتهم ضد داعش، منهم العرب، منهم عشيرة الشعيطات، أهل الدير، أهل الرقة، أهل حتى مهند القاطع وأمثاله، يعني كلهم يعني سوريين. تقدير هؤلاء الشهداء، هذه التضحيات دون تصنيف قومي، هل هو مبدأ يحض على الانفصال والتقسيم، وهو مبدأ صهيوني امبريالي رجعي ومدعوم من نتنياهو وما بعرف مين؟ مجنون يحكي وعاقل يسمع. باعتبار الشباب القوة الفاعلة للمجتمع، يجب ضمان مشاركتهم وتمثيلهم بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة. هذا مبدأ مطلب كردي، وهو مطلب لكل الشباب السوري. هل في هذا المبدأ شيء يحض على الانفصال أو عدم الانسجام مع القوانين والمواثيق الدولية؟ سؤال. أو يتساءل أحدهم على حد تعبير شو اسمه فيصل القاسم، الاعتراف الدستوري باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها. الاعتراف باللغة الكردية في الدستور، وأن يكون هنالك كلية آداب، أدب كردي في جامعة دمشق، أدب كردي في جامعة حلب. هل في هذا مشكل؟ هل في هذا دعوة للتقسيم؟ ما كليات تدرس الأدب الكردي موجودة في تركيا، وتركيا لا تعترف حتى الآن باللغة الكردية كثاني لغة رسمية في البلاد. الآن اللغة الرسمية معتمدة في العراق، والعراق أكبر من سوريا جغرافيا وسكانيا، ويعني شو بدي أحكي، وحتى على مستوى الموارد، واللغة الكردية معترف بها. شو المشكل يعني تعترف بها، وخلي ما السوداني ما يحكي كلمة بالكردي، الأكراد ياخذون على خاطرهم؟ لا، يعني هذه اللغة هي من يعني لغة بشر الذين ينطقون بها بشر. أقنعوا جامعة العربية، وأقنعوا الأمم المتحدة، وأقنعوا الأمريكيين والأوروبيين وكل جهة دولية تتواصلون معهم أنه هذا المطلب الكردي يؤدي إلى الانفصال. إذا اعترفنا بلغة، أردوغان يطالب بالاعتراف باللغة التركية في منطقة البلقان وفي ألمانيا، وأنتم مع هذا المطلب. أنا هوشانغ أوسي السوري الكردي في حوار صحفي مع جريدة بلجيكية في الإطار الثقافي طالبت السلطات البلجيكية باعتبار اللغة العربية لغة رسمية، طالما أن هنالك 80,000 أو 100,000 ناطقين بالألمانية وهي لغة رسمية في الدستور البلجيكي. هنالك أكثر من 300,000 ناطقين باللغة العربية، واللغة العربية تستحق أن تكون لغة رسمية، وهذا شرف لبلجيكا أن اللغة العربية تكون لغة رسمية في بلجيكا. أنا طالبت، وهذا يعني لم يطالب به على حد علمي كاتب عربي موجود هون، يعني كتاب عرب موجودون هون، سوريين، عراقيين، مغاربة موجودين على الأراضي البلجيكية، لم يطالبوا. أنا طالبت بشكل رسمي في جريدة ذا ستاندارد، وهي جريدة معروفة في بلجيكا، طالبت بالاعتراف الدستوري باللغة العربية في بلجيكا. بدهم مني يعني انه ما طالب بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية في بلدي سوريا. بيجي واحد بيقول لي والله انت صرت تدعم بككة. يابا شنو بككة؟ اللغة الكردية مش لغة بككة، اللغة الكردية لغة شعب. بككة تفصيل زائل، مثل ما جبهة النصرة زائل، مثل ما النظام السوري زائل، مثل ما صدام حسين وبعثه زائل. هذه تكوينات سياسية زائلة. البقاء للشعوب والثقافات واللغات والآداب. يعني دفاعي عن اللغة الكردية واللغة والثقافة الكردية في الإطار السوري وفي الإطار العام وفي الإطار الإنساني، هذا حق وواجب أخلاقي وثقافي وإنساني، مش
بس لأنه أنا كردي. لا، حتى ولو كنت عربيا، لو كنت تركيا، لو كنت أرمنيا، لو كنت سريانيا، لدافعت عن حقوق الأكراد والأرمن والسريان والتركمان وكل هذه التفاصيل. هؤلاء بشر. إذا دستور لم يعترف بهم وبلغتهم وبثقافتهم، كيف بتكون من هذه المكونات أن تعتبر سوريا وطنا نهائيا ووطنا أبديا لهم، مع أن هذا الوطن ما بيعترف فيهم، ما بيعترف بلغتهم، ما بيمنحهم الكرامة، وبيسمح للأوباش أنه يشتموا الأكراد والأرمن والسريان والمسيحيين والعلويين والدروز، وشتم على أبو جنب. شو كمان؟ إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة والتراث والثقافة الكردية. هذا ياسر الحسيني، شفت الفيديو تبعه أنا، شو بيقول؟ وين الثقافة لك يا أهبل؟ يا ول أنت ابن المنطقة، أنت ابن المنطقة، وهي يجي تحكي يا بعثي. بيقول لي وين التراث؟ تراثكم كله مزيف، ثقافتكم كلها. طبعا يعني هيك حكي يطلع من هيك، من هيك إناء بعثي يعني. مسؤول الإعلام كان ويتفاخر الإذاعة والتلفزيون البعثية، كان مدير أو مسؤول بعثي إعلامي في محافظة الحسكة. طبعا راح يحكي هيك. إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز الإعلام وقنوات تلفزيونية. هل هذا يؤدي إلى انفصال؟ وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز لدراسات البحوث والمعاهد، وكل هذه تفاصيل في الإطار الثقافي، في إطار الحقوق الثقافية. اللي قال بيان الرئاسة السورية أنه حقوق الأخوة الأكراد مصانة. لنشوف. طيب إذا حقوق الأكراد مصانة، أنتم على شو معترضين على هالمطلب؟ ضمن تمثيل ضمان تمثيل الكرد في المؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، وهذا مطلب وطني. هؤلاء يريدون أن ينتسبوا إلى الدولة، أن يكونوا جزء من الدولة، مش انفصاليين. واحد بده يتمثل في البرلمان تعتبره انفصالي، واحد بده ينتسب للأمن تعتبره انفصالي، واحد بده ينتسب للسلطة القضائية قضاة محققين تعتبره انفصالي، واحد بده جاي من إحدى مطالبه أنه يكون له حضوره في سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتمثيل الدبلوماسي. تعتبره انفصالي؟ لك هذا جاي لعندك، جاي يشارك، انت هاضم حقه في الشراكة الوطنية في إدارة الدولة، جاي ياخذ حقه منك وراح ياخذ حقه منك، راح ياخذ عاجلا أم آجلا. واحد جاي يطلب أنه يكون موجود له حضوره في السلطة التشريعية والقضائية والأمنية والعسكرية، وبيعتبره انفصالي، يدعو للفيدرالية، قنجيلي، إسرائيلي، صهيوني، انبطاحي، انشكاحي، ما بعرف شو. مو شايفين حالهم. نقطة أخرى: اعتماد 21 من آذار عيد النوروز عيدا رسميا في البلاد، و12 آذار يوما لاستذكار انتفاضة قامشلو. امتى العرق الطائفي بينقز عليهم؟ مثلا هذا الحسيني، شو ياسر الحسيني ابن الحسكة، عيد المجوس بدكم تعملوا عيد المجوس عيدا وطنيا. لك يا أهبل، هذا مش عيد مجوس، هذا رأس السنة الكردية ورأس السنة الفارسية، وعيد مشترك ما بين طيف من المكونات القومية في مناطق آسيا. حتى الأتراك، أسيادك الأتراك اللي أنت هناك في تركيا، أنت في تركيا، رجب طيب أردوغان زعيمك يحتفل بهذا العيد. والعيب عليك، عيب. يقول استحي شوي، يقول استحي من الحسكة، استحي من جيرانك الكرد اللي في يوم من الأيام كانوا جيرانك أو أصدقائك في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الشارع. يقول استحي على وجهك، يقول مثل ما يقولون الكويتية، على وجهك.
الصبوح الجميل، بيقول إن العيد مجوسي وهذا ليس عيدكم، وبيدخل بالتاريخ. مين؟ ياسر الحسيني حبيبي. شو كمان؟ إلغاء كافة السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طبقت بحق الكرد مثل الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكردية. هلا حافظ الأسد لو ما كان متأكد أنه هذه المناطق هي مناطق كردية لما خص هذه المناطق بمراسيم عنصرية. الحزام العربي مرسوم ومشروع رسمي تبنته الدولة، واعتمد على قراءات ودراسات سابقة مطلع الستينات لمحمد طلب هلال، وهذه الأمور كلها موثقة، مش حكي كردي وسرديات كردية مثل ما اللي بيحاولوا يعني ينكروا. والوثائق موجودة والقرارات موجودة والجريدة الرسمية مالت النظام السابق موجود. يخرسهم انه هذه لو هي مش مناطق كردية او ذات غالبية كردية، ليش يستهدف النظام بالحزام العربي؟ ليش يمنع الكرد من تسجيل مواليدهم بأسماء كردية من سنة 74؟ أنا مواليد 76، أبوي كان الله يرحمه ويرحم أمواتكم اسمه أبو هوشن، كانوا ينادونه أبو هوشن، لكن ممنوع عليه وممنوع عليه تسجيل ابنه في دوائر النفوس باسم هوشنج لأنه أنا مواليد 76. أنا ولدت بعد مشروع الحزام العربي بسنتين. فهذه الاستهدافات وهذه الإجراءات العنصرية واستجلاب العرب، كل هذه مشاكل إنكارها ونفيها ينبغي أن يستند على شيء موثق، بشر موجودين. يعني أنا لست مع معالجة هذا الملف بشكل متطرف وبشكل لا، بشكل إنساني، شراكة ما بين الجانب الكردي والدولة. بإمكان هذا، ما في ملف يستعصي على الحل إذا توفرت الإرادة والوعي الوطني والقرار الوطني. شو كمان؟ يعني هذا مطلب كردي، انه كل الاجراءات اللي صارت على آه زمن نظام البعث أن صار إعادة النظر فيها، وهذا مطلب وطني سوري. وينبغي أصلا الحكومة الجديدة، إذا فعلا هي حكومة جديدة، إذا فعلا هي عملت على وهي على قطيعة، إذا فعلا هي على قطيعة مع نظام البعث السابق، ينبغي أن تراجع كل هذه الإجراءات التمييزية والعنصرية ضد الكرد. هذا مطلب يساعد الحكومة على أن تكون حكومة، وعلى أن تكون وطنية، وعلى أن تكون ديمقراطية، وعلى أن تكون سورية، مش حكومة جبهة النصرة وبس. شو كمان؟ البند العاشر إعادة الجنسية للمواطنين السوريين المجردين منها بموجب إحصاء 62 الاستثنائي والمتبقين من مكتومين القيد. هذا كمان إجراء مطلب وطني سياسي. يعني شو بدي، في بعض الحمقى والسذج والجهلة يعني عنصري وجاهل. أنا في عنصريين مثقفين، في عنصريين مثقفين ممكن يعني تناقشون وتضحد وتفند حجج بحجة أقوى، لكن في عنصريين جهلة وفشلة. هذول كيف بدك تحكي معهم؟ بيطلع لك واحد جبناكم وارجع للهند وارجع لقنديل وارجع لإيران وأويناكم وحميناكم، أويناكم وحميناكم. يا بني آدم أنت كنت تحت الانتداب الفرنسي. وعلى فكرة، للمعلومة، وهي معلومة موثقة من الأرشيف الفرنسي، في مطلع الثلاثينات الكرد بقيادة حاجو آغا وبمؤازرة 500 توقيع من وجهاء منطقة الجزيرة
من بينهم رجال دين مسيحيين، سريان وآشوريين وعرب وكرد. 500 شخص قدموا عريضة طالبوا فيها بالإدارة، بإدارة لا مركزية، بحكم ذاتي خاص بمنطقة الجزيرة. أحد الشعراء وقت ذاك كنيته البارودي، نسيت شو اسمه، البارودي من حلب، شاعر وحساس ومرهف وكذا وسياسي، تحت قبة البرلمان السوري وتحت الانتداب الفرنسي، كان يدعو إلى إبادة أهل الجزيرة وإحراقها عن بكرة أبيها. ليش؟ لأنه بيطالبوا بنظام لا مركزي، وهو أصلا هو وبرلمانه وحكومته تحت الانتداب الفرنسي. يعني العنصرية والفاشية ضد الكرد ليس مبتدأها نظام حزب البعث أبدا، يعني سابقة بكثير على حزب البعث العربي الاشتراكي، سابقة بكثير على إجراءات حكومة الانفصال في 62 وعلى محمد طلب الهلال، سابقة بكثير على حافظ الأسد وبشار الأسد وأحمد الشرع، لا تمتد للثلاثينات. وهذا كلام موثق، أنه مجموعة من الكرد والعرب والسريان وشافوا وكانوا يعني قاب قوسين وأدنى يعني من الإعلان العصيان المدني، مقاطعة الضرائب ومقاطعة الموظفين. كان بدهم أن الموظفين يكون من أهل المنطقة والإدارة تكون من أهل المنطقة ويكون هنالك علم يمثل المنطقة في الإطار الوطني، وتحت كلنا تحت الانتداب الفرنسي. ليش منطقة هكذا كان يقول ويكاتب ويحاجج حاج آغا، أنه أنتم منحتم منطقة جبل العرب والساحل السوري مناطق حكم ذاتي، ونحن لدينا من الموارد ما يدعمنا، أنتم ليش ما بتعطونا كمان حكم ذاتي؟ وبالشراكة مع العرب ومع الشرابيين، عشيرة الشرابيين، عشيرة مهند القاطع كمان، من الذين وقعوا على تلك الوثيقة عرب أقحاح. لكن للأسف نتيجة المصالح الدولية، مش لأنه أهل المنطقة كانوا في مطلع الثلاثينات على حق أو لا، لا، مصالح الدول، مصالح فرنسا وقت ذاك وردود الأفعال التركية في ذلك الحين، مصطفى كمال أتاتورك وإسمات أنونو عرقلوا تلك المطالب، مطالب أهل المنطقة بقيادة حاج آغا الكردي زعيم عشيرة الهافيركان. هي كمعلومة للتوثيق، لأنه الوضع في ذلك الحين تحت الانتداب الفرنسي والتجهيز لاتفاقية الجلاء المستعمر الفرنسي. كان هنالك مفاوضات بين القيادة السورية وقت ذاك بزعامة هاشم الأتاسي والفرنسيين. المساعي الكردية والعربية والسريانية في منطقة الجزيرة كان هذا هو إطارها، وهي مطالب حاليا تنسجم تماما مع تلك المطالب التي كان ينادي بها مجموع أهالي المنطقة، وتلقى رفضا عنصريا فاجيا من أحد الشعراء، يعني سأبحث عن اسمه وأذكره في يعني صندوق الوصف. كان يطالب بإحراق بإبادة ال منطقة الجزيرة بكردها وعربها وسريانها ومسلميها ومسيحيها. ليش؟ لأنه طالبوا بالإدارة بلا مركزية وبإدارة ذاتية وقت ذاك. نقطة أخرى، تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من العائدات ثرواتها في التنمية والإعمار. هل هنالك في نسبة من عائدات المنطقة تخصص للتنمية في المنطقة؟ هل هذا مطلب انفصالي زئبق بطاحي صهيوني إمبريالي؟ شو كمان؟ خلاص، هاي هي الوثيقة الكردية، هاي هي تفاصيل الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي وقوات سوريا الديمقراطية. أي واحد يجي يناقش في هذا الموضوع يضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على الطاولة، يضع العهدين الدوليين
الخاصين بالحقوق المدنية على الطاولة، ويجي ويضع الإعلان الدستوري على الطاولة، ويضع اتفاق أحمد الشرع مع شو اسمه مظلوم عبدي على الطاولة، ويجي يناقشني بهذه البنود، ويشوف ما يعارض هذه الوثائق وما يؤدي إلى الانفصال وكذا. كلمة الفيدرالية مش مذكورة في في الوثيقة. من وين جاب أحمد الشرع وطاقم تبعه وأنه الاتفاق هذا يدعو إلى الفيدرالية وما بعرف شو؟ شوفوا المطالب، عودوا إلى هذه الوثيقة وناقشوها بندا بندا، نقطة نقطة. إذا تعارضت مع المشروع الوطني الحقيقي، المشروع الديمقراطي الوطني الحقيقي، المشروع الوطني الديمقراطي السوري الحقيقي، مش الميليشياوي. أحمد الشرع بيروح بيسمع لأبو عمشة ولأبو طفشة وسيف بولات وما بعرف بي، يجي يسمعنا شوي ويسمعنا هو وأزلامه. نعم، أقول وأعني ما أقول، يسمع فليسمع وليأتي ويحاجج على أرضية قوية ورصينة حتى في الدين، لأنه هكذا السلوكيات في التعامل مع العلويين ليس لها من الدين أي شيء. في التعامل مع الدروز، في التعامل مع الكرد، هذه كلها تصرفات لا تصب في خدمة المشروع الوطني السوري، المشروع الديمقراطي. بدكم تناقشوا وثيقة الاتفاق، ناقشوها وكونوا مطلعين عليها وشوفوا مستويات تعارضها مع المواثيق والعهود والقوانين الدولية، وحاولوا تقنعوا العالم برأيكم وموقفكم. حاولوا تحشدوا العالم العربي والمجتمع الدولي بأسانيدكم وحججكم وحكمتكم إنه هذا المشروع يؤدي إلى الانفصال وأن الفيدرالية تعني التقسيم. اقنعوا الناس. إذا استطعتم إقناع المجتمع الدولي، الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والاتحاد الأوروبي، سأكون معكم في صفكم ضد هذا المشروع الرجعي الإمبريالي الصهيوني الاستكباري اللي ما بعرف شو. أكتفي بهذا القدر على جزئين، طولت عليكم، لكن هدفي ومسعاي ومبتغاي هو أن تصلكم المعلومة واضحة، وأن يصلكم التحليل والرأي واضحا لا لبس فيه. على أمل اللقاء في مناسبة أخرى. دمتم بخير.